بالنسبه للفيديو ده، هي 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 ده هي وهي وهي دول لو كانوا فازوا علينا امبارح، انت كانت الجنسيه المصريه بتاعتك كانت ممكن تسحب منك. الناس مستغربه ان اعصابي طالعه محروقه كده وصوتي منبوح. يا جماعه، انا بلاعب. خد بالك، انا مش فرحان عشان انا فايز على الكاس السوبر المصري المحلي زي ما انت بتقول يا زملكاوي. انا فرحان عشان ده ماتش اسمه ماتش رد الكرامه، لان انا بلاعب فريق او بلاعب نادي او بلاعب جمهور معظمهم. مش بقول على جمهور الزمالك كله، جمهور الزمالك معظمه محترم، بس في بقى فئه فوزهم عليا مؤذي نفسيا. الجمهور، الفئه المعينه من الجمهور، ما بقولش جمهور الزمالك كله عشان الجمهور في ناس زملكاويه محترمه الصراحه، تمام. معظم اللعيبه، في لعيبه كده يعني. يا جماعه، المشكله بتاعت عبد الواحد دي، ده طلع بيقول في التحقيق ان انا اتهاجمت عليه عشان لابس احمر. هو ايه الكراهيه اللي احنا وصلنا لها دي؟ ما علينا يعني. اللعيبه، في لعيبه تطلع تقول تصريحات، الواحد مننا ب 20 والتاني يقول لك ده انا الزمالك احسن فريق في مصر واحنا بنرد في الملعب اهو، ويقعد يعمل لي كده. هو دلوقتي ما اعرفش هو نايم في الزنزانه ولا نايم فين، اللهم لا شماته، تمام. ورئيس بتاعهم يقول لك الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، وما يسكتش على كده. ده كمان يقول لك ايه؟ اللي هيعترض على الكلام ده ما بيفهمش كوره، واللي هيجي على الزمالك هنبعده عن اللي مش عارف ايه. يا جماعه، ده في ايه يا جماعه؟ انتوا فايزين ايه؟ انتوا فايزين على في ماتش سوبر افريقي، ماتش واحد. عملتوا ليه القصه دي كلها؟ يعني ايه الليله اللي انتوا عملتوها دي كلها؟ وايه اللي حصل لكم في الاخر؟ ربك. وعشان كده بقى بقول لك انا ليه امبارح كنت متوتر. وعايز اقول لك على حاجه، مش انا بس. الفيديو ده لما انا نزلته، في ناس دخلت لي قالت لي انت طلعت اللي جوانا يا اخي، طلعت يا اخي اللي جوانا يا اخي. متأزم نفسيا ومتوتر. انا ما اخسرش من الزمالك يا جدعان ماتشين ورا بعض، ولا ما اخسرش من الزمالك بطولتين ورا بعض. حتى لو كنت بلعبه على كاس صفيحه، مش مقبوله خالص. يجي واحد زملكاوي يقول لك ايه يا عم، انا فايز عليك في افريقيا وانت فايز عليا في بطوله محليه وعامل الزيطه دي كلها. ده انا هعمل زيطه للسنه الجايه. ده انت خليتني اغير تفكيري في طريقه تحفيلي في البطوله. وانا بقول لك اهو، يعني بمناسبه الكلمه دي بقى، تمام. انا يعني ايه، هنحاول نفصل شويه، اللعيبه يركزوا مع نفسهم. وانت يا باشا ما تصدرش ايه احتفالك على السوشيال ميديا كتير عشان الدنيا ما تزيدش، تمام. انت بقى كاهلاوي احتفل، شوف اي واحد زملكاوي يقول له ازيك عامل ايه، ده شيكابالا كركب الدنيا خالص. كده هزر معايا. بص، ادي لاي بطوله تاخدها في الاهلي قيمه، احتفل بيها قوي قوي، زي ما هم بيعملوا كده بالظبط. بيعملوا لا قيمه قيمه اي بطوله بياخدوها، حتى لو فازوا على مش عارف فرقه ايه، بيحملوا كأن خدوا كاس العالم. احنا هنعمل زيهم كده. اه ده الصح مع الفئه دي، ده الصح. انت عارف، انت لو نايم امبارح وخسران مرتين من الزمالك بعد الشر، هم واخدين منك السوبر المصري والسوبر الافريقي، انت متخيل انت تكون ممكن تصحى من النوم تلاقي عاملين احتفاليه تحت البيت عندك؟ يا ابني، دول ناس عندهم، مش كلهم، في ناس عندهم يعني ضغينه، غل، حقد، كراهيه من النادي الاهلي. ده بيقول لك لما شافوا الواحد لابس شيرت احمر ضربوه. انت فاهم حاجه؟ دول ناس في النادي، امال الجمهور بقى. تعبت امبارح واعصابنا تعبت وطلعت كل اللي جوايا. انا طالع مش هتكلم بقى في كوره ولا في فن ولا في ولا ممكن اتكلم في حته كده. فانت كمل فرحتك يا باشا، كمل فرحتك يا عم الاهلاوي. واي حد زملكاوي يقول لك ان انت فايز عليا في المحلي وانا فايز عليك افريقيا، تمام، قول له رد واحد بس، قول له شيكابالا كركب الدنيا. بس كده. لا بس بجد، قول له بقى ايه؟ قول له يا باشا انا فايز عليك. مش انت بتقول على نفسك انا اكبر قلعه رياضيه في مصر وانا بطل افريقيا؟ هيقول لك اه. قول له بس انا فزت عليك، بس.
مش موضوع سوبر مصري على فكره، الموضوع اكبر من كده. الموضوع عشان كده بقول لكم في اول فيديو ايه، رد الكرامه. طيب في حاجه، في حقبه زمنيه كده في الشوط الاول امبارح في ماتش الزمالك. الحقبه دي بتختلف من فريق لفريق، بمعنى لو كان معاه سكواد تاني او نفس السكواد ده بس متدرب تدريب صح، في النقطه اللي انا هقول عليها دي كنا خلصنا الشوط الاول سكور. اول نقطه، التسديد على المرمى سيء جدا، سيء جدا، سيء جدا. مفيش اي تدريب ربع جنيه. هثبت لك ان كلامي صح، انا مش عايز بقى ايه يعني، مش هنكد عليك، بس انا لازم واجبي ان انا اطلع اقول الكلام ده، ويا رب يتسمع وهيتسمع. انا عندي يعني كابتن عفروتو حبيبي متابعني، وفي حاجه احسن من كده؟ في ناس متابعيني الحمد لله، وان شاء الله رسالتي هتوصل. انا عندي امام عاشور، لو كان تف على الكوره لما كان في الزمالك، لما بيجي يتف على الكوره من بره الصندوق بيجيبها جول. جه عندنا مفيش، يبقى في علامه استفهام. اذا كلام حميد وصح، يتبص عليه بقى، نبص يعني بعد اذنكم تبصوا على النقطه دي، زي ما بقول لكم بصوا على ملف الاصابات. خلاص. النقطه الثانيه، العرضيات يا جماعه. لا، العرضيات لو نستغلها صح بجد الموضوع هيختلف. لازم نركز على العرضيات جدا جدا جدا. وحته لما يكون في عرضيه الاقي في 2 3 من 4 من الفرقه عندي جوه صندوق، مش في واحد بس. يعني مش هرفع عرضيه بواحد بس في وسط 5، مش هيجيب. تمام. يحيى عطيه الله بيعرف يرفع، لكن انا عايز بقى ايه، الوينجات كلها بتعرف ترفع. دي نقطه. النقطه الثالثه والاخيره والمهمه، اللياقه البدنيه. انا ليه وقعت في الشوط الثاني؟ انا لسه في بدايه الموسم وانا هعمل ايه؟ ده انا داخل على مدعكه شغل. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. مش هطول عليكم 7 دقايق. المهم ان انا ايه اللي في قلبي قلته يا جماعه. الفيديو اللي انا عملته امبارح ده، دي مش طبيعتي والله، ولا دي يعني الجعوره ان انا عملتها، وانا مش كده خالص. انا شخص هادي وكيوت وعسوله. بس هي الفكره كلها في ايه؟ احنا انت كنت كده. وانا كنت، انا بعد الكوره بتاعت عمر جابر لما جت في عارضه، انا حرفيا ما زدتش، يعني ما جريتش في الشارع وقعدت اجري. لا، ده انا قعدت كده ونزلت تحت كده. انا حاسس دماغي كانت هتفرتك. انا كان في كميه ضغط رهيبه، لان انا مش بلاعب منافس طبيعي، انا بلاعب منافس مؤذي. لو فاز عليك مؤذي نفسيا، بيأذي نفسيا. لما بيفوز عليك بيشتمك، بيهينك، بيقلل منك، ما بيقولكش هارد لك، بيقولك انت حرامي، انت نادي الدوله، المؤسسه واقفه معاك، الحكام. انت فاهم حاجه؟ بس فاعتقد ان رسالتي وصلت. فالفيديو اللي انا عملته امبارح ده، انا مش كده خالص، عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا واحد مجنون ولا لا. انا مجنون اهلي بس، والله مجنون اهلي بس. الف مبروك يا صاحبي، حركه ضحكه.